شاهدوا المفاجأة الكبيرة والصادمة التي هزت كل المغاربة. أين يعيش الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط من أضواء الشهرة إلى حياة الدراويش؟ أولاً، وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو. في هذا السكن القروي بدوار كواكا بجماعة الأغديرة لمتاخمل بير جديد يعيش الفنان المغربي المعتزل عبد الهادي الزقاري الإدريسي المعروف بالخياط، وفي ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها هكتارين. فضل هرم الأغنية المغربية والبالغ من العمر 83 سنة. قرر قضاء أغلب أوقاته في شبه خلوة مع الذات منذ إعلانه توبته إلى الله واعتزال عالم الغناء الذي كان قد برع فيه منذ صغره بعد تلقيه تكوينا موسيقيا نوعيا في القاهرة. كان عبد الهادي بلخياط قد أعلن اعتزاله الغنى في 2010 بعد آخر سهرة له في موازين، وكان قد أعلن رسميا قراره النهائي في تجمع لجماعات الدعوة والتبليغ ضم أزيد من 10,000 من أتباع الجماعة. في 2011 احتضنته ضيعته التي وهبها للجماعة المذكورة ومساحتها 9 هكتارات قدرت قيمتها المالية بمليار سنتيم. في لقاء مع زعيم الجماعة ظهر الشيخ عبد الهادي بلخياط مرتديا قميصا أبيضا وحذاء بسيطا من البلاستيك يحيل على حياة واحدة من الدراويش الذين طلقوا متاع الدنيا وملذاتها ورغبوا في التقرب إلى الله طمعا في عفوه ورضاه. وقال صحفي خلال وجبة الغداء التي تناولناها على الأرض: شاركنا الشيخ عبد الهادي طعامه المتواضع، كان لحما بالبطاطس والجزر. كان الكل يتملى بطلعته ولا يصدق أبدا أنه هو الذي كان محبوبا لدى الراحل الملك الحسن الثاني، ومن وشحه محمد السادس في 2009 بوسام العرش، ومن حاز جوائز عربية لا تعد ولا تحصى. بعد الغداء كان لقائي مع الشيخ عبد الهادي ولم أقدم له نفسي كصحفي. عبر بلخياط عن ندمه على الفترة التي قضاها في عالم الطرب وقال بصوت هادئ: أنا نادم على المرحلة التي قضيتها في عالم الغناء، وأرجو من الله أن يقبل توبتي. لن أعود أبدا للغناء في التلفزيون إلا فيما يتعلق بالأغاني الدينية.